اتفضل يا استاذ خليني خالد. ابدا بان انا بدافع عن حقوق كل الناس في انهم يعبروا عن رايهم. تمام. وان الاساس في اننا نتعامل مع اي حاجه ان الجميع يقول رايه بحريه، والاساس يقول مع راي مبني على معلومات. في شويه مقولات انا حابب اعلق عليها فيما يخص هل احنا عايزين حريه بلا ضوابط؟ الحقيقه الصحفيين نفسهم هم من خلقوا الضوابط من خلال مواثيق مهنيه، هو ميثاق الشرف الصحفي، ووضعوا قواعد لضبط هذا للتعامل مع المعلومات المغلوطه من خلال ميثاق الشرف الصحفي. فاحنا اول ناس طالبنا بده في الدستور. انا مرجعيه الدستور المصري، انا اطالب يعني مش هقول احبس الناس لان الدستور المصري ما بيقولش كده الحقيقه، ومن ساهم في وضع الدستور المصري هم جمعيه تاسيسيه تعبر عن الناس كلها والصحفيون المصريون. ولما جاءوا يضعوا نص المواد استثنوا تهما واضحه هي الخوض في اعراض الافراد، هي التمييز بين المواطنين، هي الحض على العنف، رأوها ممكن ان تندرج تحت بنود القانون العام اللي هو ممكن يجرم بشكل مختلف. فالحقيقه احنا هذه المبادئ هي الحاكمه لنا. نحن لا احنا بنطالب بحريه الراي والتعبير، نطالب بحريه الراي والتعبير للجميع. انا مع حريه الراي والتعبير للمعارض والمؤيد والحكومي والامني وكل الناس، بشرط انا مع حريه التنوع في هذا المجتمع. بلا تنوع لن يكون هذا، ونموذج التنوع ربما يكون التنوع المليء بالاخطاء المعلوماتيه اللي احنا في الاخر من حقنا. عشان كده عقوبه الخبر الكاذب او الراي مش ان انا اسجنه، لا يمكن. عقوبه الراي الخبر الكاذب ان اصححه. دائما كنا نتعلم ان الخبر الكاذب يتم تصحيحه. العقوبة الأكبر لأي صحفي أن يكون كاذبا، وأن يتهموا الناس بالكذب. فخلونا نقول إن ده أساس. الدستور المصري نظم، ونحن نرتضي الدستور المصري، نظم قواعد التعامل مع النشر. النشر ليس مهنة الصحفيين فقط، هي قواعد للتعامل مع المجتمع بشكل عام. أنا بس كمان عايز أوضح توضيح صغير، وأنا في انفعالي بتكلم عن تطوير الصحافة القومية. أنا منفعل لصالح الصحافة القومية التي كانت ضابطا في وقت من الأوقات للمجتمع أو للرأي في المجتمع، وأنتجت زملاء أعزاء هم قادة في هذا المجتمع، وهم من صنعوا الصحافة الخاصة، هم من صنعوا. فاحنا بنتكلم على تطوير الصحافة. نحن نخشى من احتضارها، فبقول لابد من تطويرها. الأهم أن نعود للأساس. الأساس أننا لدينا مواثيق، لدينا ضوابط، لدينا قواعد عامة، لدينا القانون الأكبر الذي يحكم هذا المجتمع وهو الدستور. نحن نطالب بتطبيق الدستور المصري. الدستور المصري ليس فيه حبس على الرأي، ليس فيه حبس على نشر خبر كاذب، ليس فيه حبس، هو فيه حبس على مواد بعينها. ومن هذا المنطلق ما قاله من معلومات، ومن هذا المنطلق ما قاله الزميل من معلومات يعتبرها البعض أخبارا كاذبة، نحن لا نطالب بحبسه، لا نطالب بتصحيح هذه المعلومات. هذه هي حرية الرأي والتعبير.